صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم أينما كنتم. طبعا إحنا في هواية الملوك اللي هي تسمى هواية الملوك، بيع وشراء وتبادل العملات القديمة والملغية والغير متداولة. طبعا كلنا بيحب يتأكد إن ديت متوافقة مع الشرع. فاحنا رجعنا لموقع اسلام ويب في فتوى احكام بيع وشراء العملات القديمة والمتداولة والملغية او التي قيد الالغاء. السؤال كان بيقول ايه؟ واحد بيقول: انا هاوي لجمع العملات الورقية لمختلف الدول، وقرأت الفتاوي الموجودة هنا، وعلمت بأنه يشترط التقابض في حال شراء عملة ما زالت متداولة حاليا في البلد. ماذا لو كانت العملة التي أرغب بشرائها عن طريق الإنترنت وفي دول متفرقة؟ هل يمكنني شراؤها، خصوصا أن بعض الدول لا تلغي الإصدارات القديمة بل تبقي على تداولها؟ وكذلك الحال في الدول التي تلغي، قد تأخذ وقتا طويلا، والعملات النادرة قد تباع في أي لحظة. فهل يمكنني شراء هذه العملات حتى لو كانت متداولة حاليا عن طريق الإنترنت من دول بعيدة، أم لا يوجد استثناء شرعي في موضوع التقابض؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن العملات النقدية يجري عليها أحكام الصرف، فيجب التقابض في بيع العملات المختلفة كما سبق في الفتوى رقم 17 4 تسعات أو 5 تسعات، 17 4 تسعات. والمعتبرة في هذا كون العملة ما زالت متداولة. فإذا كانت العملات القديمة ما زالت متداولة فلا يجوز بيعها بعملة دون تقابض، وإن كانت العملات قد ألغى التعامل بها فقد زالت عنها صفة النقدية، فيكون شأنها شأن بقية السلع التي لا يجري فيها أحكام الصرف. قال ابن عثيمين: إذا كان مثلا عنده من فئة الريال الأولى الحمراء، أو من فئة الخمسة أو 10 التي بطل التعامل بها، وأراد أن يبيع ذات العشرة ب100، فلا حرج، لأنها صارت سلعة لها قيمة. الآن النقود السابقة يشترونها بأكثر من قيمتها، لكنها أصبحت سلعة ليست بنقد، فلا حرج. وكون العملات المتداولة تشتري عن طريق الإنترنت ومن دول متفرقة تأخذ وقتا طويلا، وكونها نادر قد تباع في أي لحظة، كل ذلك لا يبيح شراؤها دون قبض، وليست هذه الأحوال مستثناة من اشتراط التقابض. هذا والله أعلم. ونرجو أن نكون قد استفدتوا من هذه الفتوى. واللي عايز يرجع لها هي موجودة طبعا على موقع إسلام ويب، متاحة على الإنترنت. تحياتي لكم أينما كنتم.